السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. ايه رأيكم في لقمة الحواوشي التحفة دي؟ بصوا الجمال، حاجة خطيرة خطيرة خطيرة. معمول في البيت بمنتهى النظافة، مكونات كلها صحية. وهنحط مكون فيه هيزود لك الكمية، صحي جدا جدا جدا، وبيعالج الركب. اخواتنا اللبنانيين مسمينه مسمار الركب. هنا طبعا قدمت معاه الزيتون المخلل اللي كنا عاملينه مع بعض. شايفين الجمال؟ فتحت عليه كهرمان، ملح مظبوط، وتحفة التحف. مش قادرة اقول لكم جماله قد ايه. كل اللي خلل الزيتون بطريقتي هيعرف انا بتكلم عن ايه. تحفة يا جماعة، في منتهى الجمال. شايفين الحواوشي مقرمش جدا من بره، واللحمة طرية وجوسي. طبعا كل المكونات هكتبها لكم في الكابشن تحت الفيديو. هنا معانا نص كيلو لحمة مفرومة. معانا 4 فلفلات رومي أخضر وقرن شطة. حوالي 6 بصلات، حوالي كيلو بصل. معانا بقى التوابل: جوز الطيب، كزبرة ناشفة، كبابة صيني، توابل 7 بهارات مشكلين، ملح وفلفل اسود، معلقة سكر. وكمان هحط معلقة قرفة، بس القرفة نسيت اصورها هنا. ده البرغل. انا هنا نقع كوباية برغل كاملة، كوباية اللي هي مج الشاي ولبن، غسلاه ونقعاه لمدة ربع ساعة وعصراه كويس جدا جدا. دي كوباية شاي باللبن، ملناش دعوة بيها. هنا فرمت البصل في الكبة فرم خشن زي ما انتوا شايفين كده، وكمان الفلفل فرم خشن. وضفت البرغل على اللحمة بس. هقلب بقى اللحمة مع البرغل، وهاخدهم حتة حتة في الكبة عشان البرغل يختفي تماما وينعم جوه اللحمة. باخده كده قطعة قطعة، طبعا من غير البصل ولا الفلفل، دول مفرومين خشن. هنا انا نعمت اللحمة كويس جدا مع البرغل، مش بيبان نهائي يا جماعة. وطبعا لما بيبقى البرغل منقوع ما بيبانش خالص. هنا خلطت بقى كل المكونات مع بعض، وحطيت كمان معاهم، بس للأسف الكاميرا كانت اتطفت في المقطع ده وانا بصوره. كنت حاطه معاهم 3 معالق كبار مليانين دقيق. وهقول لكم فايده الدقيق ايه. هنا طبعا العيش، انا قصيت حته كده منه بالمقص وفتحت فتحه. عيش بلدي عادي جدا. تقدري تجيبي من الفرن عيش تقولي له مجهز للحواوشي نص سوا. بفرد اللحمه زي ما انتم شايفين كده، ما بتكشش ولا حاجه. وبفضل كام؟ بفضل الدقيق اللي احنا هنحطه 3 معالق كبار دقيق. الدقيق بقى يا جماعه مع البرغل ما بيخليش اللحمه تكش نهائي. بس للاسف الكاميرا كانت مفصوله وانا بصور المقطع ده. دول بقى عمل لي 12 رغيف الكيلو اللحمه. هنا بقى بحط ليا رغيف كده، بقطع فيه بصل حلقات. لما بيستوي بيبقى طعمه في منتهى الجمال. شايفين؟ دول 12 رغيف عيش بلدي، من الرغيف اللي هو ب2 جنيه. عايزين طبعا العيش الاصغر من كده يعمل لكم كمية اكبر من كده، لكن انا دايما بعمل الحجم ده. لا كبير قوي اللي هو الرغيف الكبير قوي، ولا الرغيف الصغير قوي، ده رغيف وسط كده. هنا بقى باخد طبعا بدهن في الصينيه اللي انا هسوي فيها. انا بسويه على النار من فوق، تقدري تسويه في الفرن. دي سمنه بلدي، انا باخد منها كده بدهن الصينيه بتاعتي. وبعد ما بدهن الصينيه باخد برضو مسحه بالفرشه كده، بحط دهان. شايفين هنا كده بوريكم ان انا بدهن الصينيه بالسمنه، وبدهن العيش وش وظهر بالسمنه. تقدري تفككي السمنه شويه وتقدري تحطيها كده على طول من العلبه. بدهن الوش والظهر من السمنة، وارجع احط بقى الصينية دي على نار اقل من الوسط، وهحط كمان الشياطة بتاعة الرز، واحط الصينية فوقيها. ليه؟ لان النار كده مباشرة هتلسعه وهتخليه يتحمر على طول، واللحمة تبقى لسه نية. احنا عايزين اللحمة تبقى مستوية، فلازم يستوي على نار هادية. الباقي بقى عندي انا سويت حوالي 6 رغفة. ال6 رغيفة التانيين اشيلهم في الفريزر، بس بينهم اكياس من اكياس التلاجة دي ببقى مفتحاها كده، وبحط بين كل رغيف ورغيف رق كيس، واروح شايلاهم كلهم في كيس واحد كبير، واحطهم في الفريزر اطلع في اي وقت. شايفين هنا كده بعد حوالي 5 دقايق او 7 دقايق بقلبه على الوش التاني. بفضل بقى اقلب كده كل 5 دقايق لحد ما يستوي واتأكد. افتحه من جوه، هتشوفوه دلوقتي، الاقي اللحمة استوت تماما.
طبعا بياخد على كل وش حوالي 10 دقايق، او 10 دقايق على كل وش. هو بياخد تقريبا 20 ل25 دقيقة. بصوا يا جماعة، اللحمة مستوية تماما وما كشتش خالص. ليه؟ علشان البرغل وعلشان الدقيق اللي حطيناه. اخواتنا اللبنانيين بيسموا البرغل مسمار الركب. يا رب تجربوه ان شاء الله، هيعجبكم جدا جدا، طعمه تحفة جدا. كنت هنا حاطة معاه طماطم مخللة وكمان زيتون مخلل.